أنا فاكر إني صرخت بصوتي كله، بس الصوت مطلعش. كأن في حاجة ماسكة صوتي وبتمنعني حتى من الخوف. أنا لسه في القبو، بس دلوقتي المكان اتغير. مفيش سلم، مفيش الباب اللي نزلت منه، بس في ممر ضلمة وطويل، وعلى الحيطان من الجنبين في صور لناس عيونهم مش موجودة، عيونها متشالة. كل صورة كان مكتوب تحتها اسم، كلهم أسماء عربية، ناس زينا. بس اسم واحد بس اللي شدني قوي. شاهد حسن. ده صاحبي اللي اختفى من 3 سنين، وبرضه كان بيحب المغامرات. كنت لسه بقرب من صورته، لقيت حاجة بتخربش على الحيطة ببطء ببطء، وكل ما أبص الخربشة بتكمل لوحدها، كأن في حد بيكتب قدامي بس مش ظاهر. كلهم كانوا زينا. الكلمة دي اتكتبت قدامي، والحيطة اللي وراها اتفتحت. لقيت أوضة فيها حاجات كتير مدفونة في التراب، لبس، صور، تليفونات. بس أكتر حاجة خوفتني تليفوني أنا وهو شغال، وفي تسجيل صوتي. حد كان بيكلمني بصوتي أنا: ارجع قبل ما تتأخر زيي. الصوت كان صوتي فعلا، بس أنا ما قلتش كده. جريت وأنا مش عارف رايح فين، بس في الآخر وصلت الباب جديد، باب حديد وعليه جملة محفورة: افتح لو مستعد تشوفه. ده اللي مكتوب على الباب. فتحت وشفتهم كلهم قاعدين، الناس اللي اختفوا قبل كده بس مش طبيعيين، وشوشهم مش كاملة. فيه اللي ناقص عين، اللي نص وشه مش موجود، بس قاعدين وبصلي وبيضحكوا. ضحكهم كان بيهز الأرض، وكان في كرسي فاضي في النص. الكرسي ده كان مكتوب عليه اسمي: اقعد، انت واحد مننا دلوقتي. ساعتها حسيت اني بردان، بس مش برد عادي، ده برد الموت. بس قبل ما اقرب من الكرسي حسيت بإيد حد بتشدني من ورا، شدة جامدة جدا، والنور اختفى. اوعى تقعد، هيخلوك زيهم. ولقيت بنت صغيرة واقفة بس نصها مش موجود. قالت لي اوعى تقعد، هيخلوك زيهم. جريت تاني، مشيت في ممر تاني، بس كل ما اجري الاقي الممر بيرجعني لنفس المكان، كأني في متاهة، بس متاهة أرواح. وفي الآخر لقيت حيطة فاضية بس عليها قلم مرمي، ومكتوب جنبه: دونك قبل ما تختفي زيهم. دلوقتي أنا بكتب القصة علشان لو ما خرجتش تكونوا عرفتوا أنا وصلت لحد فين. استنوني.